ايوه. اتفضلي قولي لي مشكلتك ايه. انا انا ابني كان شاطر جدا في المدرسه. امم. إيه، كان دايما يطلع الاول. كان لو كنت مثلا اصحيه واتاخر شويه على المدرسه كان يزعل جدا، وكان ازاي ان انا هروح المدرسه متاخر او كده. فجه بابا سافر. هو عنده 16 سنه. بابا سافر وهو 16 سنة. اه. تمام. فجه بقى بعد ما سافر، كان ماشي في الأول كويس وكل حاجة، وكان يحكي لي عن كل حياته، وكان يحكي لي عمل ايه بره وكده. جه بقى اتصاحب على شوية عيال ما هماش كويسين. منعته عنهم، ما عرفتش حاجات من دي خلوه ان هو يشرب سجاير وكلام من ده امم. وكده. هو عنده كام سنة دلوقتي؟ 17. 17 سنة. يعني بقاله سنة بابا مسافر، وفي السنة دي اتغير حاجات اه، كتير فيه اتغيرت. حاجات كتير. بدأ واحدة واحدة ان هو يبعد بعيد عني، اجي اسأله على حاجة ما اعرفش، ملكيش دعوة، كلام من ده. فانا لما حسيت ان هو اتغير بدأت ان انا اسأل عليه كده، لقيت ان هو ما تمشيش مع دول، لا. فهو بدأ ان هو يشرب سجاير وحاجات من دي. بدأ بقى ان هو السنة دي غاب من المدرسة كده، جاله انذارات وكده. فروحت وعملت له إعادة قيد وكلام، وبابا عرف وكان عايز يمنعه من المدرسة. أنا وقفت قصاد بابا، ولا ومش مانعينه من المدرسة وهنعلمه وكده. فحاولت إن أنا أرجع ابني في إيدي تاني. بس في الفترة دي لما كنت أنا بمنعه والكلام دوت، كان بيزعق لي، كان بيمد إيده عليا كده. بيمد ايده عليكي؟ أيوه. يعني النقاش وصل ان هو يمد ايده عليكي؟ اه. وبعدين وبيكون رد فعلك ايه لما بيمد ايده عليكي؟ بزعل طبعا. لا، بتعملي ايه معاه غير انك بتزعلي؟ بيضطرني إن أنا أمد إيدي عليه، بس برجع يعني. أنت ما عادش في السن إن أنت تتضرب. بتقدري عليه ولا بتبقي حاسه ان هو خلاص كبر ومش قادره عليه؟ ايوه، انا اصلا تعبانه واعصابي تعبانه، فانا ما بستحملش فهو مستضعف النقطه دي. وده سلوك جديد، فكره انه بيمد ايده عليكي ده عمره ما كان حاصل قبل كده. عمره في حياته ما قال لي حتى. كان بيحترمني جدا. انت شكك عمره. بس انه بيشرب سجاير، ولا ممكن يكون بيشرب حاجات تانية واحنا ما نعرفش؟ ما اعرفش، بس انا فعلا شفته وهو بيشرب سجاير بس ما اعرفش الحاجات التانية دي. طيب الموضوع هنا ما فيهوش هزار، يعني احنا طالما وصل انه يمد ايده عليكي، احنا ممكن يكون بيشرب حاجات تانية واحنا ما نعرفش، ممكن يكون بيشرب مخدرات. ما انا قلت له تعالى اما احلل لك، يقول لي لا. لا، ما هو حضرتك لوحدك مش هتقدري عليه، لا، لازم مش الاب هقدر. يتدخل. انت ما بتقولي هو مسافر بابا بقاله سنة. ما هو بابا بقى. فانا بقى بابا قلت له على كل حاجة وعرفته. فهو قبلها، آه، عيلة أبوه بعتوا له صور لباباه وهو بيشرب سجاير وحاجات من دي. فبابا بقى، انت ازاي ما تعرفنيش؟ انا كنت خايفة عليه، وكان عندي امل ان هو يتغير، بس ما تغيرش. لا، حالته بتسوء. فهو بقى دلوقتي، مثلا انا عايز كذا، لا ما معيش، بيضطر ان هو يمد ايده. انا مانيش قادرة ان انا اجيب لك الحاجة دي يمد ايده ويسرق؟ لا، يضرب. يضربك؟ اه. ما هو ابنك الوحيد ولا ليه اخوات؟ لا، له اخوات بس بنات، بس هو دوت ابني. يعني ايه يمد ايده؟ الكلمة كبيرة قوي يا فندم. يعني ايه يمد ايده؟ يعني ياخد الفلوس بالعافية؟ لا، بيضربني. بايه يعني بايده؟ ممكن بإيده، ممكن بأي حاجة تيجي قدامه عادي. طب دي كارثة. انت السكوت ما ينفعش.
لازم ابوه ما انا يتدخل، والولد ده لازم يتعمل له اختبار وتحليل، يتعرف تحليل مخدرات، هو وصل لايه وبيشرب ايه. الولد طالما انا وصل لده يبقى ممكن يكون في بلوى. انا قلت لبابا انا قلت لبابا، وبابا جايله يعني ان شاء الله قريب، وان هو جاله يعني. فانا كنت نفسي ان انا اخده حلاله، بس ما عرفتش مش بابا هتعرفي بقى طالما وصل ده. الامر انه بيتطاول عليكي بالايد، يبقى انت خلاص مش هتعرفي تقولي له اي حاجه ولا هيسمع منك اي حاجه. هو عايز راجل يكسره ويلمه. شلة السوق اللي عرفها ممكن يكونوا دمروه، شربوه مصيبة، اه وشربوه أنواع من الأنواع الجديدة اللي طالعة، شابوا بقى آيس، أي قرف من الحاجات دي. ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب. هو ده، يا رب. لأن دي الحاجات اللي بتخلي الخلق ضيق. العيل مش طايق نفسه، مش طايق كلمة من حد، ملوش كبير، عايز فلوس لا بأي لا، طريقة. ايوه ايوه هو كده. طيب احنا قدام موضوع مهم. الاب لازم يتدخل والاعمام يتدخلوا، حتى في غياب الاب لازم يبقى فيه راجل بيكسره وبيحكم عليه، والنزول يبقى بحدود، بعد طبعا ما نعمل تحليل المخدرات عشان نعرف هو وصل لايه. هو ان شاء الله يكون في الاول وباذن الله يتلحق، لكن دلوقتي ما ينفعش ان انت تسيبي الموضوع وهو هيتحل من عنده، لا، هو هيدخل في حاجات اكبر واكبر واكبر، وساعتها هنفقد السيطره عليه كليا وجزئيا. فالاب لازم يجي، حتى لو الرزق هناك احسن من الرزق هنا، فالرزق الحقيقي هو عيالنا، ان احنا ناخد هو بالنا منهم ونهتم بيهم ونحافظ عليهم. وانت بتقولي كان شاب كويس ومجتهد، ممكن يكون اصحاب السوق ما كانوش حابين ان هو احسن منهم، ما كانوش حابين ان هو واخد باله من دراسته عنهم، فللاسف دخلوه في طريقهم وجرجروه لطريق مش شبهه، لكن هو بقى شبههم دلوقتي. هو كان الناس كلها كانت بتحسدني عليه على ادبه ما واحترامه، هو وكان حسبي يقول الله لي انا ونعم هبقى الوكيل، ما هو الحسد ده برضو من الاسباب الرئيسيه انا هبقى. للاسف. كان هو وهو ما كل ما تحصنش كويس، ما تحصنش وما كانش الحسد يعني من الحاجات المذكورة في القرآن، وارد يكون اتحسدتي فيه اه اه للأسف. ربنا يا رب لو عين ربنا يبعدها عنه، وناخد بالأسباب، مفيش أي مشكلة، وبالقرآن وبالصلاة كل حاجة بإذن الله العين تفسد بإذن الله تعالى، وربنا ينتقم من كل عين بصاصة وبتبص يا في رب. رزق غيرها وفي حاجة غيرها. حسبي الله ونعم الوكيل، والحاسد والحاقد في النار. ربنا يعافينا يا رب. أهم حاجة يا رب. دلوقتي لازم راجل يجي يحط النقط على الحروف، واخواته يساعدوه اللي هو عمامه. لازم يحس ان كلكم واقفين، مش هتسكتوا، مش هتسكتوا. ده سن خطر، سن لعين بجد. 16 سنة دلوقتي في زماننا ده. ايام الرسول صلى الله عليه وسلم عليه افضل الصلاه والسلام كان اللي عنده 16 سنه ممكن يقود جيش، ممكن يدخل غزوه، ويكون راجل وقائد وعارف هو بيعمل ايه. لكن للاسف ولادنا ما بقوش كده، ولادنا بقوا بعيد كل البعد، بقى في استهتار ومخدرات، والعيال ما بقاش قلبها على الاهالي. فعشان كده لازم يكون في رادع، لازم يخاف من حد. طالما وصل بيمد ايده عليكي، دي هنا بقى ستوب. عشان كده قلت لك تحليل المخدرات لابد منه، لان طالما قدر يمد ايده عليك يبقى الموضوع مش سجاير، ده الموضوع اكبر من كده. الموضوع بيخليه مغيب او مش طايق نفسه لدرجه انه بينسى انك امه. فربنا يا رب يتولاكي ويتولى ابوه يا رب، ويا رب تقدروا عليه وترجعوه عن طريق الضلال يا رب، وتلحقوه وتنقذوا ما يمكن انقاذه. وارجوكي التدخل يبقى سريع جدا، والاب ينزل في اسرع وقت، وعمامه كمان يتكاتفوا، كلكم تتكاتفوا ان الولد ده يرجع عن الطريق ده، وتشوفوا مصاحب مين واصحابه دول عملوا فيه ايه. لازم تعرفوا كل حاجه عنه. ده ليه اخوات بنات وسمعته تفرق جدا جدا، ده غير هو حبيبي صحته وشبابه. خساره يروحوا مع اصحاب السوق والمخدرات والقرف. ربنا يعافينا يا رب وإياكم. خلوني أطلع فاصل وأرجع تاني.